السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. طيب يا اخوان، اليوم عندنا تجربه جديده، راح نسافر ان شاء الله من مدينه بيترسبرغ الى مدينه موسكو. راح نستعمل القطار، قطار سريع تصل المسافه من 8 ساعات الى 4 ساعات تقريبا. سعر التذكره كان 250 ريال، فمتحمس صراحه اجرب القطار، متحمس لموسكو اكثر كمان. فخلينا نطلع الان نتوجه لمحطه القطار. بس قبل ما نطلع يا اخوان، البلوفر اللي لابسه اليوم انا يا اخوان من متجر تي كي. متجر تي كي يوفر لك بلوفرات وتيشيرتات متنوعه وبتصاميم جدا ممتازه. حط الرابط تحت، شيكوا عليه واكيد راح يعجبكم. ويلا الان نطلع لمحطه القطار ان شاء الله. Sorry? 606 можно убирать, да? What? Sorry? English. Do you speak English? English не знаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 606. Мой clean room, да? Yeah, I'm leaving. leaving. Okay. Thank you. والله يا اخوان ما ادري عنها ايش تقول، لا هي فهمتني وانا فاهمها، بس يلا. I'm checking out and I have a question. I want to go to the train station. Can you help me to write it down here? Yes, of course. I guess it's this one. It's the only one. Yes, the only one. Yeah. Thank you. Have a good day. You too. Yeah, that's all. Thank you. طيب يا اخوان، طلبنا تاكسي، انتظار انه يجي الان ان شاء الله. كذا يكون وصلنا محطة القطار. هذه هي محطة القطار ان شاء الله اللي بناخذ منها القطار اللي يودينا على موسكو. يلا الان ندخل ان شاء الله نشوف شو الوضع. يلا توكلنا على الله. طيب يا اخوان، هذه الشاشه موضحه فيها، هذه كلها قطارات تروح على موسكو. حقنا باقي عليها تقريبا ساعه، موجود هنا في الشاشه، فنستنى اول ما يعلنوا عنه ونوجه ان شاء الله. بس والله المحطه جميله يا اخوان، المحطه جميله ومرتبه وكبيره وفيها خدمات كثير. طيب يا اخوان، اعلنوا عن رحلتنا، المسار رقم 4، فيلا نتوجه ان شاء الله للمسار رقم 4. توكلنا على الله. هذا قطارنا ان شاء الله، واول يودينا على موسكو. الان نتوجه على عربتنا ان شاء الله، عربه رقم 5، عربه 5 ورا شويه، فيلا نتوجه على العربه ان شاء الله. كذا يكون دخلنا القطار. طبعا المقعد اللي انا حازه يكون زي كذا على طاوله، ويوفروا فيها الاكل خلال الرحله. كذا يكون مقعدنا، نجلس هنا ان شاء الله طول الرحله باذن الله. بعد شوي نبدا رحلتنا، ان شاء الله تكون رحله جميله ونوصل بالسلامه. Where you can watch video safety. You speak English? And all equipped with No English. Can I have this one? And this one. Yeah. Okay. كذا يكون وصل أكلنا، نأمن بالله وناكل إن شاء الله الآن. طبعا القطار خلال الرحلة يا اخوان يمر ببلدات صغيرة، تلقاه يهدي شوية كذا وبعدين يرجع ينطلق. خلاص يا اخوان، الشمس بدأت تغرب، باقي تقريبا على الوصول حوالي ساعة ونص ان شاء الله، فساعة ونص ان شاء الله ونكون في موسكو. بس لحظة يا اخوان، قبل ما نكمل الفلوج ودي اتكلم عن حاجة على السريع. اخر فلوج لي في القناة ما شاء الله تبارك الله جاب 400,000 مشاهدة تقريبا، لكن المشكلة يا اخوان في عدد المشتركين. اكثر من 75% من متابعين المقطع الماضي ما كانوا مشتركين. انا والله ما احب اطلب من احد انه يشترك، لكن بعض الاحيان الواحد يزعل لما يشوف ارقام كبيرة زي كذا وما يكونوا مشتركين. فاتمنى من كل واحد يتابع المقطع الان انه يشترك ويكمل مشاهدة الفلوج. يعطيكم العافية. أبشركم يا اخوان، خلاص وصلنا اطراف موسكو، تقريبا 10 دقائق باذن الله ونوصل المحطة. كذا يكون وصلنا موسكو الحمد لله. الرحله كانت ممتعه صراحه، القطار كان مريح وممتاز الحمد لله. والان ان شاء الله نطلب سياره ونوجه على الفندق باذن الله. يا سلام يا سلام على منظر موسكو، ما شاء الله تبارك الله، منظر جميل صراحه. المهم انا طلبت سياره المفروض تكون وصلت هنا، خلينا نروح ناخذها ان شاء الله. هاي بسم الله.
هنا نتوجه ان شاء الله الى الفندق. شوف هذا محطة القطار حق موسكو، ما شاء الله شكلها مرة جميل والله. بسم الله كذا يكون وصلنا الفندق. يلا ندخل ان شاء الله ناخذ غرفتنا. I need your passport. Sure. Is there someone can help me with the luggage? I can help you with your luggage. No one else can't, so I can help you. No, okay, I will take care of it. المهم يا اخوان اخذنا الكرت والان متوجهين ان شاء الله لغرفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه غرفتنا ان شاء الله في موسكو. لا ما شاء الله جميله جميله يا اخوان. كذا يكون وصلنا فندقنا، الوقت تاخر راح نريح اليوم وبكره ان شاء الله نبدا جولتنا في مدينه موسكو. فيلا نشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الخير، هذا ثاني يوم لنا هنا ان شاء الله في موسكو، واليوم ان شاء الله عندنا جولة في مدينة موسكو. اول شيء بنروح على الميدان الاحمر. الميدان الاحمر هو المركز الرئيسي حق موسكو، في هناك مباني تاريخية وهناك الكرملين، حتى هناك في شارع رئيسي برضو. طبعا الميدان يبعد تقريبا من هنا 10 دقائق. يلا الان ان شاء الله نتوجه للميدان الاحمر. شايفين يا اخوان هذاك المبنى؟ هذاك هو الكرملين ووراه بالضبط الميدان الاحمر. فحننزل من هنا ان شاء الله الان ونطلع من الجهة الثانية من تحت الارض. بسم الله كذا يكون وصلنا اطراف الساحه. وريك قدام مدخل الساحه، والان متوجهين ان شاء الله الى الساحه. كذا يكون وصلنا الميدان الاحمر. هذا الميدان الاحمر يا اخوان، هذا هنا الكرملين، وهذا هنا مول من اشهر المولات هنا في موسكو، وهذاك المبنى اللي قدام اسمه ابراج ايفان. المبنى هذاك عمره تقريبا 500 سنه، فالان نتوجه وندخل وناخذ تجربه فيه ان شاء الله. للامانه يا اخوان من الاشياء اللي خلتني اجي روسيا اني ابغى اشوف وضعهم مع الحرب كيف، متاثرين ما هم متاثرين. للامانه ومن اللي شفته الدوله صراحه مو متاثره بالحرب، هي بس مشكله البطايق والعقوبات اللي عليها، انه موقفين بطايق الفيزا والماستر كارد، هذه مسبب ازمه شويه، بس باقي الامور حياتهم طبيعيه جدا ومو متاثرين الصراحه. طبعا زي ما تشوفوا حراسات في كل مكان، عشان هذا مبنى الكرملين تلقوا العسكر في كل مكان. وصلنا المبنى هذا يا اخوان، الان نروح هناك شباك تذاكر ناخذ تذكره ان شاء الله وندخل. هاي 1 تيكت 1000 كاش. يس اخذنا التذكره، الان ان شاء الله ندخل المبنى. هاي باق. تفتيش يا اخوان والله لازم. اوكي جود ثانك يو. طيب يا اخوان زي ما شفتوا شديدين في الدخول، تفتيش على الشنط والاغراض، يبغوا يتاكدوا انه ما دخل معي شيء خطر يعني. خلينا نطلع لفوق ونشوف المبنى كيف من فوق. يا عيني على المنظر من هنا يا اخوان، طلع على الساحه جميل جدا والله. والله المبنى يا اخوان تصميمه رهيب، نشوف كيف الارتفاع واصل لفين. جميل صراحه والله جميل. كذا يكون خلصنا جولة في المبنى هذا، الآن إن شاء الله متوجهين إلى أحد الشوارع الرئيسية هنا، هو ممتد من نفس الميدان الأحمر. الشارع راح يكون نهاية الساحة من هناك بعدين يمين، بس قبل ما نروح المكان اللي بعده تج صورة الانستغرام، فخلينا نشوف لو واحد يصورنا هنا. كذا يكون وصلنا الشارع، هذه بداية الشارع هنا، طبعا يمتد لين النهاية هناك. في الليل هنا يا اخوان الاجواء تكون حلوة لانه يولعوا اللمبات هذه، فيصير المنظر مرة حلو. الان ان شاء الله بناخذ جولة في الشارع هذا، نتمشى فيه شوية كذا ونطلع من الجهة الثانية ان شاء الله. جميل الشارع والله يا اخوان، المشي فيه ممتع، والمطر يا اخوان معطي جو ثاني كذا للمشي في الشارع هذا. يا اخوان لاحظت في موسكو في اجانب اكثر، حتى في عرب، شفت عرب كثير. الموظفين هنا واللي يشتغلوا في المحلات متعودين انهم يقابلوا اجانب يتكلموا انجليزي حتى لو شويه، اما في بيترسبرغ لا، احسها مدينه ما جوها اجانب كثير، فمو متعودين تحسهم. هذا محل هدايا هنا، ندخل نشتري بعض الاشياء. I want something with Moscow. Moscow like this, Moscow this one, Moscow. Okay. Thank you. Thank you. What is the nearest metro station? On the left. On the left? Left turn and about 50 meters on the right. You'll see the... Right. Thank you.
طيب يا اخوان كذا يكون اخذنا جوله، اشترينا بعض الهدايا. الان ان شاء الله نوجه على مطعم صراحه جدا جميل بس بعيد شويه، فراح ناخذ المترو، راح نجرب المترو حق موسكو ان شاء الله ونتوجه على المطعم. يلا توكلنا على الله. وصلنا محطة المترو يا اخوان، هذه هي المحطة، نتوجه الان ان شاء الله الى القطار. بسم الله. اوكي ثانك يو. والله يا اخوان تفتيش في كل مكان، اي مكان نروحه لازم نفتش فيه الشنطة. المهم الان خلينا نجي هنا نشتري بطاقة. طبعا يا اخوان كله بالروسي بس بخبص لما يزبط معايا. Can you help me? One right. Yes, one. I do have car. Yes. Okay. ثانك يو. طيب يا اخوان الله يعطيه العافيه، هذه ساعدتني اخذ التذكره لانه الجهاز والله ما في انجليزي، حاولت ادور انجليزي وما في، فخلاص اخذنا بطاقه الحمد لله. الان ندخل المترو ان شاء الله. نيجي من هنا نسوي كذا دخلنا. بسم الله. طيب يا اخوان مشوارنا راح يكون تقريبا ياخذ من نص ساعه وراح نغير محطه، فلازم ننتبه واحنا في المترو عشان ننزل نغير المحطه اللي بعدها على طول ان شاء الله. يا اخوان ما عارف فين اروح، اللي في الجوال شيء واللي في اللوحه هنا شيء ثاني. خلينا نسال هذا اللي هنا. Excuse me. What is this one? Yes. Right, left. Here or here? اوكي ثانك يو. اللي فهمت يا اخوان انه هذا كله اسم المحطة. طيب انا عارف اسم المحطة، الحين كيف اروح؟ ايوه ها لقيت يا اخوان، لقيت اسم المحطة هذه هنا في اللوحة يمين. يلا روح يمين، يلا يلا بسم الله. يلا هذا نركب هذا وعلى الله. يلا يا اخوان نركب المترو هذا وعلى الله، ما ادري فين يودينا، كان على الله. بسم الله. المفروض يا اخوان بعد 3 محطات انزل ان شاء الله، بس المحطه ما تفوتني ان شاء الله. زي ما تشوفوا هنا في زي الشاشه تبين وين المحطه الجايه، شوف هنا في لمبه حمراء تبين، راح انزل المحطه اللي بعدها ان شاء الله. هذه تساعد كثير اللي ضايعين زيي، تساعدهم. طيب يا اخوان كذا يكون وصلنا، لازم الان ناخذ قطار ثاني عشان نشوف هذا هو اللي يودي ولا لا. هذا قطارنا ان شاء الله اللي يودينا على محطتنا الاخيره باذن الله. كذا يكون لله الحمد وصلنا محطتنا الاخيره. الان ان شاء الله متوجهين الى المطعم. المطعم المفروض انه قريب من المحطه، 3 دقائق بالكثير مشي، فيلا متوجهين الان ان شاء الله الى المطعم. بس والله يا اخوان محطات المترو عندهم مره مرتبه صراحه، مهتمين فيها وكويسه ونظيفه وامنه. ما شاء الله تبارك الله. كيف الابراج يا اخوان؟ هذه الجهه الثانيه من موسكو اللي كثير ناس ما يعرفوها، يعرفوا بس الكرملين المباني القديمه، بس برضو في جهه من موسكو فيها ابراج وفيها زي الداون تاون يعني، وجميله جدا الصراحه. المهم الان يا اخوان بنروح مطعم في قمه احد الابراج هذه، فنتوجه عليه الان ان شاء الله. Hi, excuse me. How can I go to this restaurant? Here. Here? Here. Okay, yes, good. here. This is QR code. You need to scan it. Okay. One moment. We need to ask. Okay. For what? Ask for what? What's wrong? With site. With what? With the site. With the site? Okay. One moment. Okay, take your time. Need to translate. Okay. We need to clarify if there are tickets. Please, I need ticket. Okay, I'm leaving tonight, you know? I'm leaving tonight. We want to save your money. This one for restaurant, right? Oh yeah. And this one? Also. What's the difference? Time. Time? Yeah, Okay, time. I see. The site right that there are no tickets. And we will text the restaurant. Okay, to make sure, to check. Yeah. Okay, I understand. Okay. And where you from? Saudi Arabia. You know Saudi Arabia? Of course. What good news? So you have solved the problem and I can go upstairs, right? Yeah, but one moment. Okay, can I go now? You can go. طيب يا اخوان واخيرا خلصنا، فالان طالعين ان شاء الله الى المطعم.
ثانك يو. ما شاء الله على المنظر يا اخوان، شوفوا المنظر كيف. يس بليز. طبعا يا اخوان لاني ما دفعت تحت، هذا ماشي معايا عشان يوديني مكان الدفع. اوكي هاي هاو ار يو. بسم الله يا اخوان، هذا مكاننا ان شاء الله راح يكون. بالله شوفوا المنظر كيف، شوفوا المنظر من فوق ما شاء الله تبارك الله. طبعا المكان هو داير مدار. الان بس جينا هنا نطلب اكل نتغدى وبعدها نشوف المنظر من الجهه الثانيه كيف. Ribeye. ريباي ستيك. يس ثانك يو. كذا يكون وصل غدانا. بعد المنظر الجميل هذا نسمي بالله وناكل. الحمد لله كذا يكون خلصنا غدا. في محل هناك يبيع ايس كريم للجميع، اي واحد يجي سواء دخل المطعم او ما دخل ياخذ ايس كريم مجاني. والان نروح ناخذ ايس كريم ان شاء الله، نحلي نروق نستمتع بالمنظر ان شاء الله. هنا يا اخوان هذا محل الايس كريم. هاي فانيلا. يو فانيلا؟ يس ثانك يو. هذا يا اخوان اخذنا الايس كريم، الان نجلس ونتامل في المنظر هذا. بس والله يا اخوان موسكو كبيرة المدينة جدا جدا على مد النظر، يعني صراحة ما توقعت تكون كذا، توقعت تكون ملمومة أكثر. كذا يكون جينا هنا واستمتعنا بالمنظر وتغدينا وروقنا. الآن لازم أمشي، راح توجه إن شاء الله للفندق، لأنه اليوم في الليل إن شاء الله رحت إلى السعودية، توجه على الفندق آخذ أغراضي توجه للمطار. فيلا توكلنا على الله. Thank you. До рекорда, конечно, далековато. Так, ну. كذا يكون رجعنا على ساحة الكرملين. منظرها في الليل صراحة مختلف يا اخوان. بس شوفوا الشارع هذا اللي جينا اليوم النهار، شوفوا كيف في الليل منظر مختلف صراحة واحلى بكثير. الان بنعدي منه ان شاء الله ونتوجه على فندق من هناك. كذا يكون يا اخوان وصلنا الفندق، الان باخذ عفشي توجه للمطار، وكذا يكون وصلنا لنهايه الفلوج. اتمنى يكون الفلوج عجبكم. اذا عجبكم الفلوج يا اخوان اكتبوا في التعليقات، وعارف انه في كثير تفاصيل عن روسيا انا ما جاوبت عنها في الفلوج. راح اسوي ان شاء الله فقره اسئله في السناب عندي، اللي حاب يسال اي سؤال بعد الفلوج هذا ان شاء الله هنزل فقره اسئله في السناب اجاوب على كل الاسئله. اتمنى يكون الفلوج هذا عجبكم، واذا عجبتكم الفلوجات هذه اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله الفلوجات الجايه تعجبكم برضه. يلا السلام عليكم. 150 لا مو 150 ايش هذا؟ $60 $70 طيب 70 7 في 4 ب 24 ايش؟